في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ناقشت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية قضية الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين بجانب موضوع إصلاح أنظمة التقاعد. وأكدت الوزيرة أن الحكومة على علم بارتفاع الأسعار وتأثيراتها على المواطنين، مشيرة إلى الإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية، مثل دعم المواد الأساسية كالغاز والكهرباء وتخصيص 20 مليار درهم للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية. كما أوضحت الوزيرة أن سياسة الحكومة لدعم القدرة الشرائية تقوم على ركيزتين: تنظيم الأسواق وتوفير الملائمة السعرية، بالإضافة إلى الرفع من دخل المواطنين. وشددت على أن الحكومة تعمل على تحسين القدرة الشرائية من خلال الحوار الاجتماعي في القطاعات العامة والخاصة، واستكمال البرامج المتعلقة بدعم الأجور في قانون المالية لعام 2025. في المقابل، انتقد نائب من الفريق الاستقلالي الإجراءات الحالية، مشيراً إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار تؤثر على الطبقة المتوسطة ولم تحقق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية المطلوبة.